شاء الله واجد كلكم مواقف دعاء يعني. الإخوة اللي وراء ها الطيب جاي من وراء، تعال يلا نمشي. اليوم ام الدنيا ما شاء الله ماخذ طيب من اللي عنده موقف ثاني حتى بس ما نتعب؟ الأخ اللي لابس شماغ وعقال، تعال عشان ننوع بس. الأخ تفضل الله يسلمك، تفضل. أو غترة بيضاء وعقال. الإخوان اللي ورا نبغى واحد بعد، اللي ورا في الخلف اللي ماد يده اليمنى ولابس ثوب، قف يلا تعال. اللي وقفت في الأخير تعال بعد، والله ما أدري عن مصاحف تكفي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابني وقع من الدور الثاني. لحظة، ابنك سقط من الدور الثاني؟ كان عنده 3 سنين. فكل الناس قالت ممكن يتخلف عقليا او يحصل له كسر او يعمى اي حاجه. فاول ما وقع رحت صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى وقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. رحت المستشفى عملوا له اشاعات وبعدين قالوا لي خدوه ما فيهوش اي حاجه. ما طاب الولد ما شاء الله. قالوا لي ما فيهوش اي حاجه خدوه. لان كل يوم يفطر على فول، لا اله الا الله. اقول لك غريب ما شاء الله. لا كان عندي تفضل الله يسلمك. لا هم يقولون ان العنايه احيانا بقوه البدن ما يضره لا قوه الا بالله. مره واحد كنا بنطلع ثلاجه فوق وحنا 3 ما قدرنا نشيلها، وجبنا اخ يمني، خليه يجي وسلم عليه. فجئنا على انه يساعدنا، قال يا اخي روح. قلنا ايش اللي يروح؟ قال اعطوني بس حبل، اعطينا حبل وشيلها لحاله للدور الثالث. فبعض الناس ما شاء الله يصير يعني عنده قدرات. تفضل يا شيخ. اهلا حبيبي. الاسم الكريم؟ شريف عبد الرحمن. اهلا يا شريف، سلام. الله يخلي لك ولدك ويرزقك بره يا رب، ينبت نبات حسن. تفضل حبيبنا. شيخ احنا كنا مسافرين رايحين المدينه المنوره. الله. نعم. تقريبا 300 كيلو باقي على الوصول. سياره امريكيه عندنا اخترب المروحه. شهر 7 الساعه 2 الظهر. حاولنا نصلحها ما تصلحت. انتم في الطياره؟ لا سياره وتعطلت. سياره امريكيه. قلت حق جماعه انتم عندي حرمتين كبار عجايز. قلت لهم انتم قاعدين بالسياره انا بروح ادور ونش عشان نشيلهم. قالوا خلينا نصلي بعدين نشاور. طلعوا هم صلوا قاموا يدعون. قالوا خلاص توكل على الله خلينا نمشي. قلت شلون تمشون؟ سيارة ما فيها مراوح، سيارة حارة نار. قال نمشي شوي. مشينا. هذا شهر 7 الساعة 2 وتعرف شلون الهواء السهام. حرارة. مشينا سبحان الله جانا هواء قوي قدامنا. أشوف الحرارة نازلة وشوي جت غيوم وشوي جت أمطار. شهر 7 وطريق المدينة واحنا ماشيين واشوف الحراره نازله وانا ماشي على 60. اخوي يقول لي زود السرعه شوي بدل من الحراره. زودناها قلنا نمشي 80. اشوف بعد الحراره مات. مشينا لين 120. مشينا لين ما وصلنا داخل المدينه عشان ترفع الحراره مره واحده. وقفت السياره قلت جزاك الله خير. وصلنا. وقفت عند الرجال. اخوي وين الوكاله؟ قال شوف السياره هذه هني. جنب الوقفه كانت سيارتنا عند الوكاله واقفين. يعني مشينا داخل المدينه والحراره زينه ماشي لين ما وصلنا عند الوكاله ارتفعت الحراره مره واحده. كان اوقف السياره. طبعا مو دعايه، انا دعايه عجائب. جزاك الله خير. ودعائك انت ايضا. تفضل الله يسلمك. انا ترى اخترت بعدك 2 فقط، وانا اشوف واقف 7 هنا. انا ما اخترت الا 2 لان ما بقى الا مصحفان. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. السلام. انا كان معايا اختي كنا على الدور الرابع. برضو طاحت اختك من الدور الرابع ولا صار لها شيء اكيد. فكان معايا ابويا وقال خلاص ماشي. قلت له ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. نزلت لقيتها سليمه صف سليمه الحمد لله. يعني واحد طاح وندى من الدور الأول مشيناها.
اما الدور الرابع يعني صعبه، يبغى له اجهاد ذهني حتى نصدق. اختك طاحت من الدور الرابع، عطها الميكروفون يا اخي يرحم امك، عطها الميكروفون. من الرابع وكمان على سيراميك. الله العظيم. مش على تراب، لا على سيراميك. وما حصل لهاش حاجه ولا اي حاجه والله العظيم. وكان عندها 4 سنين. ايش دخلها في الدعاء؟ احد دعا؟ انا بقول لك، انا قلت ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. لما لقيت ابويا زعق كده وحصل له انهيار عصبي وبتاع، قلت له ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. بس دي ما لهاش دخل بالدعاء القصه دي. هلا بالشيخ، الله يبارك فيك. فيها دعاء ان شاء الله، هو المشاء. طيب تعال بس لا تهك علينا مره ثانيه. اما من الدور الرابع يعني استغفر الله واتوب اليه. أنا بقي معي مصحف واحد، فأنا أقترح، أنا ما اخترت إلا واحد منكم، أقترح يجرى بين الإخوة قرعة. إيش رأيكم؟ الأخ من المنظمين، تكفى أجري بينهم قرعة. أهلا وسهلا، أكرمك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحفظ. أختك كم عمرها الآن؟ 8 سنين. انتبهوا عاد لا تطيح مرة، ولا شيلوا السيراميك عشان لو طاحت. لا ده كان قد عم. ولا عاد تقولها لغيري، ترى يمكن ما يصدقون. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالله يسوي لي قرعه بين الاخوه واختار واحد، ما بقي الا مصحف واحد بس. اختار انا الشيخ ما جئت حقيقه الا طامع بالمصحف اللي بين يديك، وطامع بالختمه وليس من اجل الاعلام، الدعوه فهي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. جزاك الله. ودعوه الى اخواني يعني، والاخص شباب العزاب، انها كانت منذ 15 سنه تقريبا. كنت مسافر في الكويت، كنت اعمل سائقا، فعرض علي امرأة في الكويت صاحب مطعم أن تزوجني ابنتها. ترى الصوت، ما أنتم فاهمين الصوت، يبدو أنكم تقرب الميكروفون. عرضت علي هذه المرأة أن تزوجني ابنتها، وكنت شابا عمري 25 سنة، وكنت أحوج ما أكون إلى هذا الزواج. فأبيت لأنني غريبا فقط، وهي غريبة طبعا كانت. فذهبت إلى مسجد أحد المساجد، فكان يوم الجمعة، وصليت ركعتين وسجدت إلى الله سبحانه وتعالى وقلت: اللهم إني أسألك زوجة صالحة أتقرب بها إليك. ثم تركت هذا المسجد وسافرت إلى الإمارات، وبعد 3 أيام أخبرني والدي بأنه قد خطب لي في نفس اللحظة منذ 3 أيام ابنة عمي، وكانوا على بعد علاقة مع والدها وجدها منذ يمكن 20 سنة، وكان سبب صلحه معه، وكانت خطبتي ولا أعلم نفس اللحظة التي كنت قد دعوت الله سبحانه وتعالى فيها في أحد المساجد في دولة الكويت. ما شاء الله، جزاك الله خير. ما طاحت بمصحفك ليس من أجل عيوني لك، بس زوجتك ما طاحت من أي دور. يحبك في الله. الله جزاك خير. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. ترى المصاحف خلصت عاد عندي، لكن عاد ندعو لكم أو أعدكم بمصحف تتصل مع الأخ. كم بقى عندك؟ 3 ولا 2؟ هم 2. ها خلاص أنا أعدكم إن شاء الله معي في تفضل. تفضل. حضرة الشيخ، أنا عندي الوالد الله يذكره بالخير. هلا بالشيخ، مرحبا. الله يجزاك. الزوجة الثانية بدنا فتح الباري إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. عندي الوالد كان في فشل كلوي. ارفع صوتك قليلا. عندي الوالد في فشل كلوي استمر أكثر من 6 سنوات على غسيل الكلى بين يوم وترك. فحاولنا أن نجد له متبرع، فللأسف الكل أي متبرع يحضر يريد يتبرع بجزء بعضو من أعضاء جسمه مقابل مبلغ. ففي النهاية حبيت أني أنا أتبرع للوالد بالكلى. جزاك الله خير. فرحنا على بريطانيا، فقمت بالتبرع بالكلية. بس قبل التبرع يعني الدكتور قال لي ممكن تفقد بصرك أو تفقد يعني نص. يقول لك الطبيب نفسه وأنت بتتبرع؟ نعم. يقول لك أنت برعت ستفقد بصرك أو أنك تصير شلل نصفي أو تفقد حياتك. سبحان الله. وبالفعل يعني العملية كانت من السر حتى العمود الفقري. فبعد العملية لله الحمد جاني شلل نصفي.
فاصبحت متشلل يعني بشلل نصفي. هذا الكلام قبل كم؟ هذا الكلام في عام 97. ايه. فجاني شلل نصفي، فاستمريت على الشلل النصفي تقريبا 4 أيام أو 3 أيام. ايه. ورب العالمين شافاني من غير أي دعاء. يعني ما دعيت ربي، قلت يا ما ربي في دعاء معين يعني، ولا أكيد إنك دعيت؟ بس ما في دعاء معين. ما في دعاء معين، لكن أنا قبل لا أروح وأعمل أقبل على العملية هذه أتمنيت من رب العالمين إنه يقومنا إحنا اثنين بالشفاء. يعني أنا والوالد. الحمد لله. وأنت إلى الآن لله الحمد أمورك ماشية مع الحمد لله. يعني الله يجزاك خير. زادك الله برا. لمدة 4 أيام تقريبا. زادك الله برا. عسى الله أن لا يحرمك الأجر والثواب الله يسلمك. على برك بأبيك يا